السلام عليكم اخواتنا الغلابه في كل مكان، عاملين ايه؟ الواحد بقى اول ما يسمع اخبار ان الميركاتو داخل علينا نفسيته بتتفتح وبيبقى عايز يتابع اللي بيحصل اول باول. فلو حاسس ان انت كمان عايز تعرف كل اللي بيحصل في الميركاتو اللي هيبقى ميركاتو ناري وبادئ بدايه سخنه جدا، مستني ايه؟ انزل اخبط اللايك المتين على راي الدوكش واعمل سبسكرايب وفعل زرار الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا اول باول. وخلينا نبدا في الميركاتو، يلا بينا. بداية كده الحاجات اللي تمت او خلاص تم الاتفاق عليها، او حتى الحاجات اللي واقفه على توقيع العقود والكلام ده. وطبعا ما قدرتش اسيب عمك بريز اللي عامل مذبحه القلعه وقاعد عمال بيصفي في الفريق وشكله كده عايز يعمل جالاكتيكوس من اول وجديد. المهم انه لحد دلوقتي بريز ممشي 4 ولسه ما خلصش كمان، ده بيسخن. وكان اولهم ايدن هازارد اللي قال له ما كفايه كده بالله عليك، انا جبت اخري معاك. وفسخوا العقد ما بين النادي واللاعب بالتراضي. ولسه لحد دلوقتي هازارد ما قررش هيعمل ايه في حياته، يشوف بقى فريق جديد ولا طيبه كده على الكوره خالص ويعتزل. اما التاني فهو ماريانو دياز واللي حقق بطولات مع الفريق اكتر ما جاب اجوان، وده بجد والله مش افيه. ماريانو دياز حقق 13 بطوله مع الريال في كل مسيرته وجاب 12 جون بس. والتالت هو ماركو اسينسيو واللي خلص عقده وبيريز رفض يجدد له، واللي خلاص اسينسيو اتفق مع باريس سان جيرمان وهيمضي العقد الجديد معاهم عشان يبقى لاعب للفريق بدايه من الموسم الجاي بمرتب 10 مليون يورو في السنه لمده 4 سنين. واللي انا شايف ان هو عرض لقطه بالنسبه لماركو اسينسيو مش هيلاقي زيه تاني. بس هي باريس في الاول وفي الاخر احنا عارفين ان هي بتدفع المبالغ دي في اللعيبه حتى لو هي ما تستاهلش. وبتستمر المذبحه اللي عاملها بيريز عشان تطول كابتن الفريق والرقم 9 كريم بنزيما، واللي كنا بنقول ان كل الناس هتمشي وهو قاعد. بس شكل عروض السعوديه بالاضافه لاسلوب بيريز في التعامل مع اللعيبه واللي خلى كريم بنزيما يغير رايه ويقبل عرض الاتحاد بمرتب 200 مليون يورو في السنه الواحده. وشكل الدوري السعودي هيولع والمنافسه ما بين الاتحاد والنصر هتشتد السنه الجايه على مين هيرفع درع دوري روشن العريق. خلينا بقى نكمل مع بيريز وخطته لتدعيم الفريق في الموسم الجديد. وشفنا خلاص انه في الاسابيع اللي فاتت قدر يخلص مع جود بلينجهام اللي كان ليفربول حاطينه في خطتهم بس صرفوا نظر بقالهم فتره، وكان المفروض يتعلن عن الصفقه بعد انتهاء الدوري الالماني. بس موضوع الاصابه بتاع بلينجهام عطل الدنيا ومش عارفين الاعلان الرسمي عن الصفقه هيكون امتى. تاني لاعب برضه قرب الفتره اللي فاتت دي هو كاي هافرتز، واللي تشيلسي بتحاول تلم الدنيا بعد الفشل السنه اللي فاتت، والريال عايز يدفع فيه تقريبا 60 مليون يورو وخلاص يعتبر الريال خلص في الصفقه. وكمان الاخبار بتقول ان الريال كان يعتبر مخلص صفقه المهاجم خوسيليو من اسبانيول عشان يبقى بديل لماريانو دياز. بس بعد الاسطوره بنزيما ما خلع شكله هيبقى الاساسي، الا بقى لو عرفوا يعملوا الريمونتادا في اخر السيزون ويجيبوا الاعصار هاري كين، اللي انا بشوف ان الموضوع هيبقى صعب جدا لان اللاعب واللي عايز يسيب فعلا توتنهام وهو عنده حق، ما هو محدش يستحمل الفرقه دي بادارتها الصراحه، بس في نفس الوقت مش عايز يطلع بره الدوري الانجليزي. بس رئيس النادي عنده استعداد ان هو يبيعه لاي فريق الا فرق الدوري الانجليزي. ولف بينا يا دنيا. وفي صفقتين كده صغيرين خلصهم القرش بيريز، فران جارسيا من رايو فايوكانو عشان يلعب باك شمال، الصفقه اللي كلفت ريال مدريد حوالي 5 مليون يورو، والثانيه هي رجوع ابراهيم دياز من ميلان تاني لريال مدريد. ندخل بقى على اهم صفقه في الموسم كله واهم نادي في سوق الانتقالات، برشلونه، وهي صفقه عوده الاسطوره ان شاء الله وافضل لاعب في التاريخ ليونيل ميسي عشان يرجع لبيته الاول والاخير برشلونه. فبعد الليجا ما وافقت على خطه برشلونه الاقتصاديه من كام يوم وتوفيرهم لحوالي 40 مليون يورو، وده بعد ما مشى جريزمان وبيكيه وبوسكيتس وألبا، فخلاص كده اتفتح الطريق اخيرا قدام برشلونه انه يقدم عرض رسمي لميسي، واللي بالمناسبه لسه قدامه عرض الهلال على الترابيزه، وده بعد ما زودوه ل 600 مليون يورو في السنه. والعرض الثاني من انتر ميامي واللي بيتقدر ب 400 مليون يورو في السنه الواحده. ولسه على الرغم من الارقام الفلكيه دي كلها ميسي مستني عرض برشلونه. وطلع من يومين ابو ميسي بعد ما قعد مع الحاج محمود لابورتا وقال ان ميسي وانا عايزين ميسي يرجع برشلونه تاني وفرصه رجوعه كبيره جدا. فخلينا بقى مستنيين الايام اللي جايه واللي هتوضح كل حاجه خالص، وانا عن نفسي متفائل يعني ان شاء الله ان الموضوع هيتم. والاخبار بتقول ان من اكتر الاشخاص اللي بتضغط على ميسي انه يرجع برشلونه هم انطونيلا مرات ميسي وماتيو، مش ماتيو اليماني، لا ماتيو ابنه. والله وطمرت فيك العشره انت امك الاصيله بنت الاصول. المهم ان برشلونه هتعمل حوار ميسي ده بس بعد ما يسجلوا العقود القديمه اللي كانوا مجددينها للاعيب زي جافي واراخو وبالدي، وكمان يسجلوا صفقه انجو مارتينيز اللي جايبينه من اتلتيكو بالباو ومتفقين معاه من زمان على كل حاجه، وكان ناقص بس موافقه الليجا وتسجيل العقد. وبكده تكون دي اول صفقه برشلونه هتسجلها ضمن صفقات كتير جايه.
ففي اخبار كتير بتقول ان برشلونه خلص فعلا في صفقه روبن نيفيز من مولفيز، بس اكتر صفقه عليها جدال هي صفقه المحور اللي هيعوض سيرجيو بوسكيتس، واللي تشافي طلع في تصريحاته وقال ان الصفقه دي اولويه بالنسبه لهم، وان في اسماء كتير مطروحه، واللي اولها واصعبها من وجهه نظري هي كيميتش. لا بجد مش فاهم ليه واحد زي ده البايرن عايز يبيعه اصلا، او هو ليه عاوز يمشي من البايرن. بس الفكره انها هتبقى صفقه مكلفه، معرفش فعلا هل برشلونه هتقدر تدفع مبلغ زي 60 او 70 مليون في صفقه واحده ولا لا. تاني لاعب واللي اقرب للوصول هو زوباميندي، اللي اقل كتير طبعا من كيميتش في المستوى او حتى في السعر، بس هو على قد فلوسه، واللي لو فشلت المفاوضات معاه اخر لاعب هيكون سفيان مرابط، اللي عبر قبل كده عن رغبته انه عاوز يجي برشلونه، واللي هتكون صفقه سهله الى حد ما. بعد كده برشلونه هتتجه لثلاث مراكز عاوزه تدعمهم، واول مركز هو مركز المهاجم، فيا اما هتجيب فيتور روكي، وده عيل صغير من البرازيل واللي في الفتره اللي فاتت برشلونه ابدت الاهتمام بيه، بس الفريق اللي بيلعب فيه عاوز حوالي 30 مليون، واعتقد المبلغ ده هيكون عقبه في الصفقه، فلو فشلت المفاوضات معاه هتروح برشلونه لاوباميانج، اللي هيبقى سهل جدا التعاقد معاه في الفتره اللي جايه، خصوصا وسط مشاكل نادي تشيلسي. تاني مركز برشلونه عاوزه تدعمه هو الباك اليمين، واقرب لاعب في المكان ده هو الارجنتيني فويس لاعب فياريال، لان واحد زي كانسيلو مثلا هو متاح في السوق، ولكن عشان المشاكل الماديه لبرشلونه في الفتره الاخيره فدايما بنبص لسعر الصفقه واللي هيكون غالي في حاله كانسيلو. اخر مركز بقى عاوزه تدعمه برشلونه هو نص الملعب، واللي كانت برشلونه بتتكلم في الاسابيع الاخيره مع جوندوجان، بس اعتقد مع المستوى اللي بيقدمه مؤخرا مع الفريق فالسيتي وجوارديولا هيجددوا له وهيحافظوا على الكابتن بتاع الفريق عشان يكمل معاهم الحقبه الجايه. نيجي بقى لشويه العاهات اللي في الفريق واللي احنا عايزين نتخلص منهم، فخد عندك بقى فاتي، فران توريس، رافينيا. فاتي واللي جاي له عرض من نادي ولفرهامبتون بس هو رفض، توريس واللي محدش عايزه تقريبا بس ادينا بنحاول نصرفه في اي حته، ورافينيا عاوز يستنى. ايه القرف ده؟ بس هي الفكره ان لو جالهم عرض كبير فبرشلونه مش هتسمي على ولا واحد فيهم، واقرب واحد يطلع هو فران توريس. وفي اخبار مؤخرا جايه عن كيسيه وان الليفر مهتم بيه بس لسه مش معتبره اولويه، واعتقد كده خلصنا اسخن خطتين في الانتقالات. تعالى بقى نتكلم كده عن شويه صفقات في الدوري الانجليزي، واللي اجدادهم بطل العالم اليكسيس ماكاليستر، اللي خلاص رسميا الليفر خلصت معاه وبمبلغ اقل من الشرط الجزائي اللي هو 60 مليون باوند، بس لسه ما اعلنوش عن قيمه الصفقه الفعلي، بس الصحافه الانجليزيه بتقول انه حوالي 45 مليون. في نفس الوقت تشيلسي بيتفاوض تاني مع برايتون بخصوص كايسيدو، واللي بيحاولوا معاه من الشتاء، واللي خلاص تقريبا وصلوا لاتفاق معاه في انتظار الاعلان الرسمي. برايتون بقى واللي هيلعب الدوري الاوروبي السنه الجايه، وبعد ما خلاص لسه قايلين ان هم مشوا كايسيدو وماكاليستر رايحين يتعاقدوا مع الحاج الكباره ميلنر، هو لاعب مخضرم يعني ممكن يساعد الفريق من على الدكه، انا فاهم ربنا يطول لنا في عمره يعني، بس ايه ده؟ الليفر برضه بيحاول يتعاقد مع لاعب اسمه جابري فيجا، عيل عنده 19 سنه كده بيلعب في سيلتا فيجو، وداخل الليفر فيه منافسه مع الريال وكمان مانشستر سيتي، واللي هو عيل كويس الصراحه، جاب فينا جون كده من كام يوم في اخر ماتش في الدوري. مانشستر سيتي كمان خلاص بيقولوا ان هو خلص مع ماسيو كوفازيتش عشان يدعم خط النص، وهي صفقه حلوه جدا لجوارديولا واللي بيحب لعيبه من نوعيات كوفازيتش، واعتقد ان الاخبار دي صح فجوارديولا هيعمل منه لاعب كبير الفتره الجايه. اما في الفتره الاخيره فزاد الاهتمام من ناحيه مانشستر سيتي بجوارديولا عشان يبقى جوارديولا بيلعب تحت جوارديولا. هو مين؟ جوارديولا اللي هيلعب تحت جوارديولا. اللي كان مهتم بيه اكتر من نادي منهم ريال مدريد وليفربول، بس لسه مفيش حد فيهم قدم عرض رسمي. تشيلسي بقى واللي عمالين بيرموا في اللعيبه يمين وشمال، طلعوا هافرتس للريال، كوفازيتش للسيتي، هيرجعوا خواو فيليكس لاتلتيكو مدريد، اوباميانج اللي ماشي، كانتي واللي عقده خلص والاخبار بتقول ان الاتحاد السعودي عايزينه، وكمان جاي له عرض من جالاتا سراي بس لسه ما حددش هيروح فين، واللي اعتقد ان هو هيكون اقرب للسعوديه بسبب المرتبات الكبيره اللي بيعرضوها. وميسون ماونت اللي خلاص الاخبار كلها بتقول انه تم الاتفاق بينه وبين مانشستر يونايتد، معرفش كده فاضل لهم مين، غيروا كل الفريق في الميركاتو ده واللي فات، ولسه كانوا بيحاولوا يتعاقدوا مع اللاعب اوجارتي بس سبورتنج لشبونه طلبوا فيه 60 مليون عشان يدخل باريس بفلوسه ويخلص في الصفقه. وطالما اتفتحت سيره باريس فتعالى نتكلم عنهم ونختم بيهم بالمره. موسم باريس واللي هيبقى مليان برضه، فبعد ما مشى ميسي وخد راموس في ايده فبيحاولوا يبنوا الفريق من تاني بعد التفكك اللي كانوا فيه خصوصا في الدفاع، بعد ما قلنا انهم جابوا اسينسيو واوجارتي وكانوا مخلصين في صفقه سكرينيار في الشتاء، فبيحاولوا ان هم يتعاقدوا مع لوكاس هرنانديز واللي عاوز يسيب بايرن ميونخ، والمفاوضات بينهم متقدمه جدا، واللي اعتقد ان هو قريب هيوصلوا لاتفاق مع بعض. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا واللي كانت مليانه وتقريبا فيها ملخص لكل حاجه حصلت وبتحصل وهتحصل، واستنونا في حلقات جايه كتير هنتابع فيها موسم الانتقالات اسبوع ورا التاني. فلو عجبتك الحلقه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس واعمل لايك وشير وري اصحابك معاك يا عم، واشوفكم على خير. سلام.